بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فهذه سلسلة خواطر مرسلة حول الثورة المصرية وما أتبعها من مواقف وتحليلات. أردت لها أن تكون خواطر مرسلة بلغة يسيرة سهلة تصل إلى يعني عقول كافة شرائح المستمعين. ليست محاضرة ولا درسا ولا خطبة، ولكن هي مجرد خواطر حول هذا الحدث العظيم التاريخي اللي هيكون ليه أثر بارز في مسيرة الأمة الإسلامية بإذن الله تعالى. لما تكلمنا عن مصر ومكانة مصر في الحلقة السابقة، قلنا إنه قوى الاحتلال والاستعمار صوبت أنظارها لمصر لأن مصر لها مكانة القلب في العالم الإسلامي. والملاحظ إن كل ما كان فيه نهضة إسلامية، سواء كانت نهضة علمية أو نهضة يعني في أي منحى من مناحي حياة الأمة الإسلامية، يبادر الاستعمار بالتدخل المباشر لوأد أي صحوة سيكون لها ما وراءها وما بعدها. وهذا ما حدث في مصر في العصر الحديث، حين يعني بدأت بوادر حركة نهضة عظيمة جدا في العصور المتأخرة. في الحقيقة أنه في فرسان خمسة من بين الأمة برز يعني اسمهم بصورة واضحة جدا في هذه الفترة. الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي في بلاد نجد، وهذا جدد تجديد شامل واستطاع أنه يقيم دولة سلفية. وهذا حدث يعني فذ في تاريخ الدعوة السلفية، أنه داعية سلفي استطاع أنه يجمع الأمة ويكون دولة مترامية الأطراف. وصلت حدود الدولة السعودية الأولى، الدولة السلفية، من بلاد العراق إلى بلاد اليمن، ويعني دخلوا البصرة وهدموا القباب والمشاهد الشركية اللي شيدها الشيعة على قبور يعني الأئمة. فلما فعلوا ذلك كان مقتل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، عبد العزيز الكبير المؤسس اللي هو خلف محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية، ليس الملك عبد العزيز المعاصر ولكن عبد العزيز بن محمد بن سعود، إمام مجدد وكان من أئمة الدين والجهاد، فقتله رجل شيعي وهو خارج من المسجد. ف يعني ده معلم عظيم جدا انه داعية سلفي استطاع يؤسس دولة سلفية. الامام الثاني اللي حمل مشعل التجديد كان في اليمن، وهو الامام الشوكاني رحمه الله تعالى، جدد في الفقه والاجتهاد والاستنباط ويعني نبذ التقليد. الأئمة الثلاثة التانيين كانوا في مصر. الإمام المرتضى الزبيدي اللي اشتهر جدا بشرح القاموس المحيط للفيروز أبادي، كتابه ضخم طبعته حكومة الكويت في يعني 40 مجلد ضخمة، اسمه تاج العروس من جواهر القاموس. وليه كتاب تاني ضخم جدا في شرح إحياء علوم الدين اسمه إتحاف السادة المتقين. ولكن هذا الرجل جدد في علم الحديث لأنه كان محدث كبير، أحيا مجالس التحديث بعد ما انقرضت بموت السيوطي. واللي عايز يعرف يعني مدى تضلع هذا الرجل في علم الحديث يقرأ ألفية السند له حتى تقف على الأثبات والإجازات والمشيخات التي حصلها هذا الرجل العظيم. الإمام الرابع كان أيضا في مصر هو الإمام عبد القادر البغدادي، مجدد لغوي عظيم، صاحب كتاب الخزانة اللغوية، خزانة الأدب ولب لباب اللسان العرب. شرح فيه شواهد شرح الكافية في النحو للإمام الاسترابادي، الكافية للمتن للإمام ابن الحاجب المالكي، الإمام المعروف السكندري المدفون في الإسكندرية.
والإمام الخامس هو إمام من أئمة الحنفية، وهو الإمام الجبرتي الكبير، والد عبد الرحمن الجبرتي المؤرخ المعروف. وهذا الرجل كان إمام في الفقه، ثم اتجه لسد ثغرة رآها معيبة في الأمة الإسلامية، وهي إعراض المسلمين عن دراسة التكنولوجي اللي هي العلوم التجريبية. فدرس الفيزياء والكيمياء والرياضيات وبرع، حتى أنه استطاع صناعة آلات لاستنباط المياه والموازين وضبط اتجاه القبلة ومعرفة حركات النجوم. كان إمام يعني شامل، حتى أنه كان بيرحل طلبة العلم من أوروبا يأتون له لينهلوا من علم. فبوادر الصحوة دي العلمية الشاملة، سواء علمية في العلوم الدنيوية أو في علوم اللغة أو في علوم الحديث وفي العقيدة وفي التجديد الفقهي، وانتهت بتأسيس دولة على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب. فتدخلت أوروبا مسرعة لوأد هذه الصحوة، فاتجهت الحملة الفرنسية إلى مصر. ويعني هذه الحملة كان أعظم أهدافها وأد الصحوة الإسلامية الناهضة في العالم الإسلامي. فبدأوا بنهب المصادر من مصر، مصادر العلوم، كتب العظيمة اللي كانت موجودة في مصر، اللي هي ورثت تراث العالم الإسلامي. وعمدوا إلى تشويه مدينة القاهرة. مدينة القاهرة باتفاق كلمة المؤرخين اللي عصروا هذه الحقبة بيقولوا إنها كانت أجمل مدينة في العالم على الإطلاق، لا تضارعها مدينة في أي مكان في العالم. فضربها بالمدافع، القصور الشامخة المنيفة والقلاع العظيمة والحصون والمدارس العلمية والبيمارستانات والمساجد العظيمة، دمرها تماما، حتى لا يبقى أي شاهد على عظمة الفنان المسلم والمعماري المسلم والمهندس المسلم والزخرفة الإسلامية. أرادوا هؤلاء القوم أنهم يدفنون تحت أنقاض الزمن. فلما صار المصريون، وكانت الثورة إسلامية وبزعامة الشيخ عمر مكرم نقيب الأشراف، واستطاع بمساعدة علماء الأزهر أن هم يوقظوا جذوة الثورة على هؤلاء النصارى الصليبيين الذين جاءوا مع نابليون، حتى انتهى المطاف إلى إخراجهم من مصر يجرون ذيول الخيبة والخسران. ويعني نجح المصريون في تعيين محمد علي سرششمة، وهو جندي ألباني كان مصاحب للحملة العثمانية على مصر. فحكم مصر، وكانت أول مكافأة لعمر مكرم، اداله جايزة الدولة التقديرية، نفاه إلى دمياط وعزله تماما عن المشهد السياسي، لأنه كان راجل ميكيافيلي عنده طموح غير عادي ديكتاتوري. ودي طبيعة الديكتاتورية، انه الديكتاتور لا يقبل ابدا انه يسمع ثناء او يشوف شخص محبوب ابدا. يعني دي صفات الديكتاتور، عايز فقط هو اللي يكون بارع في كل شيء، محبوب من الجميع، انت تمام، انت محبوب، انت كذا. هذا الديكتاتور اللي يلاقي في نفسه اعراض يعني مثل هذه الامراض النفسية يعرف على طول انه مصاب بالديكتاتورية. ومذبحة القلعة معروفة اللي صفى فيها المماليك. ودار الزمان دورته، ويعني نهض المصريون مرة ثانية، وكانت النهضة أيضا إسلامية بقيادة أحمد عرابي. أحمد عرابي على فكرة زعيم إسلامي عظيم، ولكن يعني الناس ما دركتش أو ما اطلعتش على حقيقة ما سمي بالحركة العرابية، أو الناس كانوا بيسموها هوجة عرابية. مش هوجة، هي كانت ثورة شعبية إسلامية ضد الظلم والعسف والطغيان، وكان يعني كانت ناجحة جدا. لكن ديليسيبس الصليبي الماكر اللي كان رئيس الشركة العالمية لقناة السويس، وعد أحمد عرابي أنه مش هيفتح قناة السويس عشان دي يمر منها الأسطول الإنجليزي، لكنه حنس في وعد. وكان دي سبب وقد الثورة العربية. الراجل بشارة تقلة اللي هو مؤسس جريدة الأهرام
كان يعني مع العرابيين، وراح وأقسم لعرابي بشرفه إن هو وطني ومحب للثورة. فلما تم القبض على أحمد عرابي، دون أحمد عرابي في مذكراته بيقول إن تكلة ده دخل عليه وشتموا بأقزع يعني الألفاظ وبصق في وجهه. قال أحمد عرابي: فعلمت أن الرجل خائن لا شرف له. ووئدت الثورة الإسلامية، وجاء الإنجليز وعاشوا في مصر ما عاشوا، وحصلت اعتراضات وثورات، وكان أشهرها ثورة 1919. هذه الثورة خرجت من المساجد وقادها علماء الأزهر، واشتركت فيها جميع أطياف الأمة الإسلامية في مصر، وأوشكت أن هي تطيح بالإنجليز. ففي عصر احتدام الثورة، في الوثائق اللي كانت محفوظة لوزارة المستعمرات الإنجليزية، نشرت يعني حديثا، منها وثيقة بتقول إنه محمد محمود باشا قابل سعد زغلول، فقال له الثورة مشتعلة، فقال له: طب ايه يعني نعمل ايه؟ قال له: لازم نعمل حاجة يكون لنا دور. فاخترعوا حكاية الوفد وراحوا يتفاوضوا باسم الثوار. فطبعا تمت التمثيلية المشهورة: نفوا سعد زغلول، ثم بعث المبعوث البريطاني برسالة عاجلة إلى مجلس اللوردات يقول: أفرجوا عن سعد زغلول ورفاقه، الثورة تنبع من الأزهر. يعني قال لهم: انقذونا بالجماعة العلمانيين دول، لأنه الثورة خدت صبغة إسلامية كاملة وبتنبع من الأزهر. فبعتوا سعد زغلول. أول ما نزل طبعا معروفة القول اللي قال: الدين لله والوطن للجميع. يعني جاي يأسس لنا لمبدأ فصل الدين عن الدنيا، الدين لله والوطن للجميع. أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. المهم إن دايما تكون الثورات يعني إسلامية، كما حدث في الجزائر. جمعية العلماء المسلمين قادت الثورة ضد الاحتلال الفرنسي، قدموا 100 شهيد. وبعد ذلك اللي حصل إنه سرقت هذه الثورة من الثوار. أيضا ثورة عبد الكريم الخطابي في بلاد الريف، الثورة اللي كانت في بداية في فلسطين اللي قادوها المسلمين، القسام وغير القسام، حتى منظمة التحرير في بداية إنشائها كان قادتها أصحاب الحركة الإسلامية. فدايما تسرق الثورات من الشعوب. حتى يعني لما كان في العصر الحديث جدا وقالوا لنا ثورة 52، هذه الثورة المسلمين هم اللي فجروها، والجيش عمل انقلاب على الملك وعلى الثوار أيضا، ونفى المسلمين وشردهم ومزقهم كل ممزق، لأنه ديكتاتور آخر مثل أتاتورك جه يقبع على أنفاس المصريين. فهذه أيضا كانت يعني ثورة غزاها الاتجاه الإسلامي، ثم انقلب هؤلاء على المسلمين. هناك يعني عيون ترصد المسلمين من كل مكان. لا يراد للمسلمين أن يصلوا إلى مراكز التوجيه في العالم الإسلامي. لماذا؟ لأنه لا يريد هؤلاء أن تعود كلمة دولة إسلامية. دولة إسلامية. انظر إلى ما حدث في أفغانستان، مجرد إمارة إسلامية صغيرة، لما سمعوا كلمة أمير المؤمنين ارتعدت فرائس الدنيا، وذهبوا بحدهم وحديدهم للقضاء على هذه الإمارة الإسلامية. فهذا شاهد على أنه يعني دايما المسلمين مستهدفين من أعدائهم، سواء من أوروبا، من الاتحاد السوفيتي المنهار اللي دمر مقدرات المسلمين في بلاد ما وراء النهر، الصين اللي ابتلعت تركستان الشرقية، الهند اللي نهبت كشمير وأجزاء كبيرة من الهند اللي كانت كلها مسلمين، من إسبانيا اللي نهبت الأندلس وما زالت تحتل سبتة ومليلة من بلاد المغرب. فالمطلوب، هؤلاء خرجوا كما قال بعض المفكرين المعاصرين: رحل الإنجليز الحمر وجاء الإنجليز السمر. الإنجليز السمر اللي هم الإنقلابيين، اللي هم يحملون
أسماءنا وألوان بشرتنا، ولكن عقولهم وقلوبهم لا تنضد أبدا بحب الله ورسوله وأمة الإسلام. فهذه أيضا يعني الحلقة كانت إلقاء الضوء على بعض الجذور التاريخية للأحداث المصرية، وسنتابع إن شاء الله في الخواطر القادمة الحديث عن هذه الثورة وما بعد الثورة. أي نقاشات أو أي يعني استفسارات أو أي أطروحات أو اقتراحات ما تبخلوش بها علينا، دونوها، ادخلوا على الصفحة ودونوها وهتنشر، والجميع كلنا بنفكر بصوت عالي للوصول إلى إطار يعني جامع نتحرك كلنا من خلاله. عايزين نعرف الناس يعني حقائق غائبة عن هؤلاء الناس. في حقائق غائبة كتير عن الناس ومشوهة ومشوشة، فلازم نعرفها للناس حتى يكون يعني تحركنا جميعا عن بصيرة وعن قاعدة علمية راسخة، لأن نحن المسلمون، نحن المسلمين أولى الناس بكل خير، وأولى الناس بالاطلاع على ما يحدث. إذا يعني في بعض الناس عنده استعداد للقراءة عن جذور الواقع المعاصر للمسلمين، فأنا أرشح لكم 3 كتب في يعني مهمة غاية. رسالة صغيرة لكن عظيمة المحتوى، اسمها رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، للعلامة الفحل محمود محمد شاكر، وكتابين للعلامة الدكتور محمد حسين، أحدهما الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، والآخر اسمه الإسلام والحضارة الغربية. 3 كتب دي تديك صورة يعني شاملة إن شاء الله عن جذور الواقع المعاصر اللي بنحياه الآن في العالم الإسلامي. أما إذا أردت يعني معرفة الجراح النازقة في العالم الإسلامي وقضايا العالم الإسلامي والأقليات، فممكن ترجع لكتاب يعني يديك فكرة جيدة عن ذلك للدكتور محمد جميل المصري، اسمه الإسلام، المسلمون والقضايا المعاصرة. نكمل إن شاء الله في الخاطرة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.